قرعه دوري الابطال، وكتير من المباريات اللي احنا كنا منتظرينها ممكن تكون مباراه نهائي. كلام في الكوره مع احمد نصر. توقعات المباريات دي ايه؟ ما تنساش تشترك في القناه، اعمل لايك للفيديو. اول نهائي معايا وهو ليفربول وريال مدريد. يا نهار ابيض، تاني يا صلاح، تاني حرام يا صلاح. لا، والمره دي ليفربول في اضعف حالاته. يا راجل ده انت كنت في اعظم حالاتك وقريب جدا من ان انت تاخد البريمير ليج، وفي الاخر ما خدتش اي حاجه خالص. لقيت ان انت بتواجه ريال مدريد في النهائي وعايز تاخد بالصقر. يا ترى هتاخد بالصقر المره دي ولا هنعمل ايه؟ مباراه هتكون قويه جدا، دسمه جدا. اتوقع وتوقعاتي غالبا هتبقى صحيحه، وهو فوز ريال مدريد، لان الطبيعي ان ريال مدريد افوق بكتير من ليفربول، ولكن شخصيه ليفربول في الملعب هتفرق. واتوقع ان احنا نشوف مباراه قويه، ولكن اللي هينجح في الصعود هيكون ريال مدريد. تاني نهائي معانا، ومباراة كنا ننتظر انها تكون نهائي، وهي مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان. لا 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 لا، وميسي جات له على الطبطاب. يعني ايه؟ يعني هيقدر دلوقتي ياخد حقه من الفرقه اللي غلبته، وهو معاه سكواد تعبان جدا، ولكن دلوقتي معاه مبابي ونيمار واسلحه قويه كتيره جدا، منها راموس، يمكن عنصر اساسي من عناصر دوري ابطال اوروبا. ولكن البايرن قويه جدا، وخصوصا عندها تلت هجومي من اعلى ومن اقوى الهجوم اللي موجود في الدوريات الاوروبيه. ولكن المشكلة اللي هتواجه الفرقتين وهو خط الدفاع بتاع الفرقتين، لأن الفرقتين يمتلكوا خط هجوم شرس جدا وسريع جدا. طيب ايه البطيء هنا وايه البطيء هنا؟ هنقول ان هنا ماركينيوس وراموس، يمكن كمان سريع شويه. على اليمين اشرف حكيمي سريع، الناحيه الثانيه مينديز دوت سريع، او نونوس ده سريع. المهم يعني ان ايه، الاطراف هي اللي سريعه، لكن قلب الدفاع هو اللي بطيء. الناحيه الثانيه نفس الكلام، دي ليخت واومي بيكانو الاثنين هم اللي بطاء، لكن ديفيز و دانيل ديفيز وبافارد الاثنين سرعه شويه. لكن هي دي المشكله اللي ممكن نشوفها، وانا اتوقع ان باريس سان جيرمان هي اللي تصعد. اتمنى ان يكون توقعي صحيح، والمباراه دي تكون خير من اي وقت تاني. المباراه الثانيه او الثالثه او النهائي الثالث وهو بروسيا دورتموند وتشيلسي. ولكن بروسيا دورتموند مش من اقوى الفرق في الوقت الحالي، على الرغم من ان زمان كانت قويه جدا، ولكن نقدر نقول ان مش دلوقتي هي بنفس القوه اللي ممكن نشوفها ونعيد نفس نهائي تقريبا 2012 او 2013 لما لعبت البايرن في النهائي، والبايرن اللي خدت البطوله. لكن هو كان ماتش ما بين فرقتين تاريخ في دوري الابطال. يعني تشيلسي اقوى على الورق، ولكن الاثنين مستواهم فنيا ضعيف جدا. السيتي هيصعد كده كده، لان مباراه السيتي هتكون مع فرقه مش قويه جدا وهي لابزيج. طيب مين تاني؟ نابولي ان شاء الله هتكسب، وهي نابولي هتقابل فرقه في الدوري الالماني مش هتكون قويه يعني. مين تاني؟ بورتو والانتر هيكون ماتش قوي، اتوقع ان بورتو هي اللي تصعد. بنفيكا هي كمان اللي هتصعد. اتوقع كمان اي سي ميلان تصعد على حساب توتنهام، لان توتنهام مش في احسن حالاتها، واي سي ميلان في يعني بنقول انها بتفوق ومستواها جيد جدا. وبكده اكون انا خلصت كلامي عن قرعه دوري ابطال اوروبا، وان شاء الله نشوف هل التوقعات دي هتكون صحيحه ولا مش صحيحه. كان معاكم احمد نصر، ما تنساش تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب او اشتراك في القناه لو انت كل ده لسه مش مشترك. كان معاكم احمد نصر، الى اللقاء.